السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة بمشيئة الرحمن هنعمل طاجن سمك كده حلو بالخضار. طعمه مميز جدا وشكله شهي ويفتح النفس زي ما احنا شايفين كده، وانصحكم تجربوه. لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير، ويلا نسمي بالرحمن وندخل نشوف هنعمل الجمال ده كله ازاي. اول حاجه بعمل التتبيله بتاعتي، وكلنا طبعا تقريبا حفظنا التتبيله بتاعتي: توم وكمون وملح وكزبره بودر، وعليهم واحده طماطم، وكمان هريسه شطه او فلفل حامي وفلفل بارد، وبضربهم مع بعض. هنزل عليهم بعصير ليمونتين 3، وابتدي اقلبهم مع بعض كده، وكده تبقى معايا تتبيله خطيره ريحتها وهميه. بركنها على جنب، وببتدي اجيب السمك بتاعي اي عدد سمك بقى انت هتعمليه. بتبقي منضفاه كويس جدا وغسلاه تمام، وزي القشطه كده بتنقعيه في ميه بخل وليمون، وبعد كده بتصفيه كويس خالص. بنجيب بقى السكينه ونعمل في الظهر بتاع السمك بتاعنا كده، خاصة لو السمك كبير بنعمل فيه تشريحات كده، تشريحتين أو 3 في كل ناحية من السمك، علشان بتدي شكل حلو جدا للسمكة، خاصة لما تدخل الفرن وتتفتح بقى. التشريحات دي بتبقى لونها حلو جدا جدا كده مع الشوي، وكمان بتبقى تشرب من التتبيلة وتستوي وتخلي السمكة بتاعتنا طعمها مميز وشاربة من التتبيلة من كل الأماكن. خلاص أنا شرحت السمك بتاعي. هجيب بقى التتبيلة بتاعتي الخطيرة اللي ريحتها وهمية دي، وابتدي أتبل السمك من جوه ومن بره ومن الراس، ما سيبش أي مكان مش متبل. وأهم حاجة كمان منساش الشقوق اللي أنا عملتها في ظهر السمكة. هخلص كمية السمك اللي عندي كلها تتبيل بالشكل ده، واركنه كده 10 دقايق ربع ساعة. احنا عارفين ان السمك ما بياخدش وقت خالص في التتبيل، لحم السمك بيتبل بمنتهى السرعة. خلاص هركنه بس كده 5 دقايق او 10 دقايق على بال ما احضر الصينية بتاعتي اللي هدخلها الفرن. هجيب اي صينية انزل فيها بحبة بطاطس متقطعة ترانشات رفيعة جدا زي الشيبسي كده، او اسمك شوية صغيرين، وكمان حبة بصل متقطعة برضو ترانشات رفيعة، وحبة طماطم واحدة، من كل حاجة واحدة بس. والفلفل هحط فلفل الوان طبعا زي ما احنا شايفين. وابتدي بقى اقلب كل الحاجات اللي عندي دي، كل انواع الخضار ده. انا شلت بس معلقتين من التتبيله كده، هنزل عليهم ب3 معالق من الزيت واقلبهم كويس جدا، وانزل بيهم على الخضار علشان اتبل الخضار ويبقى واخد من نفس تتبيله السمك كده ومتطعم ولذيذ. اقلب الخضار كله مع بعضه كده، وابتدي ارص البطاطس واوزعها في كل الاماكن كده. هي حبه بطاطس واحده بس بتبقى طعمها حلو جدا ومميزه قوي قوي، وشاربة من كل الأطعمة اللي عندنا. وكمان الخضار ده في الآخر بتغمسي بيه بيبقى طعمه تحفة جدا. هنبتدي نجيب السمك بتاعنا بقى اللي احنا متبلينه ونرصه على الخضار بالشكل ده زي ما احنا شايفين. اللهم بارك. واخر حاجة بقى بجيب المعلقتين اللي كانوا فايضين من التتبيلة، كمان زودت عليهم كمان معلقتين من الزيت، وانزل بيهم على وش السمك كده علشان السمكة بتاعتي تبقى متطعمة من فوق ومن تحت ومن قلبها ومن كل الاماكن. هبتدي بقى اغطي الصينية بتاعتي الامورة دي. انا خلصت كل حاجة بسرعة جدا. هبتدي احط بس كام شريحة من الليمون كده، وممكن تستغني عنهم. احنا اوريدي عصرين 3-4 ليمونات في التتبيلة. شايفين شكل الصينية تتاكل نية زي ما احنا شايفين. اللهم بارك. هبتدي اغطيها بس بورقة زبدة كده. انا ما حطيتش ولا نقطة مية، لازم نكون واخدين بالنا ان السمك ما بيتحطلوش مية. هنبتدي كمان نغطيها بعد ورق الزبدة بورقة فويل، وهرفعها على النار من فوق. انا مش هدخلها فرن دلوقتي خالص، هحطها على النار من فوق حوالي ربع ساعة كده. ده شكلها وهي فوق البوتاجاز من فوق، مغطياها كده زي ما احنا شايفين. اللهم بارك. كل المية والصوص اللي نازل ده من الخضار، انا ما حطيتش مية. وبكرر تاني، باخد بقى من الصوص اللي نازل ده من البصل والطماطم وعصير الليمون والزيت، واخد منه كده احط على السمكة من فوق. السمكة بتشرب بقى من الطعم الجميل ده مع التوابل
وابتدي احط كده على الشقوق، بتبقى لونها تحفة جدا. بعد ما سبتها كده حوالي تلت ساعة على البوتاجاز من فوق، دخلتها تحت الشواية، اخدت اللون القمر اللي احنا شايفينه ده، اللهم بارك. وبتطلع معايا بقى بالشكل التحفة الخطير ده، طعم وشكل ولون وريحة ما تتوصفش. مش هتحسي خالص ان انت بتعملي سمك في البيت، لا في ريحة زفارة ولا اي حاجة. طبعا لا شويتي ومليتي البيت دخان، ولا قليتي ومليتي البيت ريحة قلية. السمك ده تحفة، صينية سمك مميزة جدا مختلفة وطعمها مميز. شايفين معايا البطاطس اللهم بارك، مستوية كده زي الزبدة وفي نفس الوقت متماسكة، شكلها تحفة. وكمان السمك يتغمس كده بالصوص اللي نازل منه، اللهم بارك. تقدري تاكليه برز ابيض، برز حباية وحباية. وكمان السمك مستوي، شايفين معايا اللهم بارك، بيدوب كده دوبان، لونه فاتح وابيض وخطير، وشارب من التتبيله من بره ومن جوه، وطعمه وشكله في منتهى اللذاذه. ده كان الفيديو النهاردة بتاعنا، سهل وبسيط كده عن صينية سمك طعمها مميز. أتمنى تجربوها، وإن شاء الله تعملوا لي بقى لايك وشير. ولو أول مرة تشوفوا قناتي، أنا هنا ودي قناتي مطبخ الهنا، يا ريت فضلا وليس أمرا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا شير كتير علشان الكل يستفيد. وختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في حفظ الله وأمنه.